الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى غادي نتكلموا فيه على شجرة الزيتون. غندويو على الأثمنة، غندويو على العناية بشجرة الزيتون في هذه الفترة، خاصة الناس اللي تيسولونا واش نبقاو نسقيو الزيتون في هذه الوقيته هذه ديال شهر 10 ولا نحبسوا عليه الماء. بزاف الاسئله اللي غادي نجاوبوا عليها اللي جاتنا عبر الواتساب من عند مجموعه ديال الاخوان. المهم بقاو معنا، تابعوا الفيديو، ما تنساوش اشتراك، الدعم ديالنا بلايك، تفعيل زر الجرس على الجميع. غادي نبداو الاخوان بالاثمنه يعني المتداوله هذا اليوم واللي توصلنا بها من عند الاخوان. لا زالت الاثمنه الاخوان كما العاده، كما قلنا في يعني من والبارح، لان على الله توصلنا بهذه الاثمنه الاخوان تتراوح ما بين 5 دراهم و10 دراهم. هذه كمرحله اوليه الاخوان، لان الزيتون الناس الاولين اللي دخلوا راه كالعاده راه غيبيعوا يعني بالثمن. هذه راه تنقولها وتنعاودها الاخوان، لان الناس اللي موجود عندهم الزيتون دابا هما الناس اللي تيسقيو، وقليل هذاك الشيء قليل الاخوان دابا، لان الزيتون الاغلبيه ديال البور خاصو شويه الماء، خاصه الشتاء باش يغلاض وباش يسمان ويكون فيه جوده ويكون فيه الزيت. نتمناو نطلبوا الله يرحمنا يعطينا الشتاء الاخوان، باش ان شاء الله تعالى الزيتون يدفع السوق كما تنقولوا الاخوان، يعمر بالزيتون ويولي العرض اكثر من الطلب. دابا الاخوان الناس كما تتعرفوا تتسابق على هاد الزيتونات الاولين، يعني حنا يعني كما تقولوا مرهوطين الاخوان، هذه جات راه حنا خاصنا حنا الاولين فيها. المهم الاخوان، بنادم اللي باغي الزيتون يصبر، الخير موجود. بالنسبه للاخوان الفلاحه اللي باعوا الزيتون، الاغلبيه باعوا ب5 دراهم، 5 دراهم ونصف الشجره، يعني بحال غادي يطلع بديك 7 دراهم تقريبا، ديك 35 يعني اللي غيشريه وغادي يعصروه زائد الخدامه راه غادي يطلع بواحد 35 درهم. وبهاد العمليه الحسابيه غادي نستنتجوا ان البياع الشراي اللي طلع ليه ب 700 راه غادي يطلب 50 درهم، يعني ما تيقنعش، يعني خاصو يدي بزاف. يعني الزيت يا الاخوان غالبا هذا العام ان شاء الله تعالى غادا تكون 40 درهم، 45 درهم حتى ل 50 درهم الى غلا على مسكين الاخوان. هذا العام هذا هو الثمن اللي كاين ان شاء الله تعالى الاخوان، تنقولها واكررها بحكم التجربه ديالنا اللي عشناها مع هذه الشجره، وكذلك المنتوجات اللي كانت تجي هاد السنين. واخا الزيتون كان تيجي قليل، راه العام اللي فات كما تشوفوا ما جا الزيتون الاخوان قليل، داك الشيء قليل بزاف. والزيت شحال دار؟ ما بين 90 درهم حتى ل 120 درهم، يعني على حساب المناطق. المهم الزيت كان اللي ما كانش موجود الاخوان، واخا التمر راه باقي ستوك حاليا، راه الناس خرجوه وبداو تيبيعوه ب 50 درهم ب 60 درهم، يعني بدا يعني واحد التراجع كبير في الاثمنه ديال الزيت الاخوان. اما بخصوص واحد الاسئله اللي تيسولوني عليها الاخوان، هي الزيتون واش غادي نبقاو نسقيه ولا لا؟ فعلا الاخوان انا عاد ساقي كما تشوفوا، الارض مازال فازقه، ها هي راه لما الاخوان الا ما سقيناش الزيتون، راه لما سقيتيش الزيتون كون على واحد يعني دير هذه القضيه في بالك، راه ان الورقه غادا تبدا طيح، راه الورقه غادا تبدا طيح الاخوان. وخاصه هذا العام الزيتون موجود، راه الاغلبيه ديال الاخوان اللي عنده الزيتون معلق الغله مزيان الورقه تطيح، تيبقى الحب، الورقه ما تتبقاش، تتبقى قليله وتتصفار، يعني الزيتون تيبدا يطيح الورقه وتتبقى الغله. المهم كما تشوفوا هذا الزيتون هو الاخوان، واخا شويه رقيق، المهم تيتسقى الورقه كاينه، الورقه خضراء. بعد الكاميرا شويه باغي تصوروا الناس كلشي، فهمتي، باش يشوفوا كلشي اش تنقول لهم. المهم كما قلت لكم الاخوان الزيتونه خضراء، ها هي كما تشوفوا، الغله كاينه، الورقه كاينه. علاش غادي نسقيوها الاخوان؟ باش ما تفقدش الورقه، وباش يبقى هذا النمو ها هو الاخوان، هاد العريشات هادو تشوفوا، هادو اللي ما فيهمش الغله راه هما اللي ناضوا هاد العام، وهما اللي غيعطيونا الغله العام الجاي ان شاء الله تعالى. اللي ما عندوش بحال هاد الفروعات الصغار هادو غير بقى فهم. الناس اللي يعني اللي ما عندهمش هاد الفروعه راه ما كانش الغله العام الجاي، ولهذا خاصنا نسقيو الشجره ديالنا ونوكلوا الشجره ديالنا، خاصه نعطيوها يعني
الازوت، يعني نعطوها الازوت باش يكون عندنا نمو خضري الاخوان. الازوت راه عده انواع الاخوان، نعطوها الازوت باش يكون عندنا نمو خضري، ونسقيو الشجره ما حد الحال سخون، ما حد الحال سخون. علاش؟ باش الشجره دابا مديماريه الاخوان، الا وكلنا الشجره دابا وسقيناها راه تديمار، يعني تتبقى مديماريه وتتعطينا النمو، تتعطينا فروع جداد وخضرين. هذوك هما اللي غادي نعولوا عليهم العام الجاي. اما باش غادي تشوف غير الزيتون الغله بحال ما هاد الشكل ها هي، وتمشي تكمش في دارك تقول الزيتون كاين، وتنوض تجني هاد الزيتون، وغادي تجيب الخدام كما تنقولوا، ماشي الخدام الاخوان، تنقولوا خدام واحد المثل تيقول لك هدام، ماشي الخدام هدام. علاش خدام خاصو غير النهار ديالو تيجيب. اشنو تخيلوا معايا الاخوان، اللي تيشد العصا ديال العصا يضرب الزيتون، راه غيتهرس هاد العود، غيتهرس هذا، غيطيحوا هاد الاغصان المثمره ديال العام الجاي ان شاء الله. يعني تنصوتوا الشجره بعصا طاف 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 تيطيح الزيتون، وانا جنيت الزيتون، راك جنيتي الورق خليتي على العصا العام اخر ما تعطيك حتى شي حبه. ولهذا راه كاينين المشيطات كما قلت لكم. اليوم انا كنت في السوق عندنا ديال البراشوه، كاينين هذوك المشيطات موجودين، تتشدها تتجر الحب وتخلي الورقه، يعني ما تكرفسش على الشجره. راه فاش غتكرفس على الشجره راه انت اللي خاسر العام اخر الفلاحه. يعني اللهم وخصوصا الناس اللي باعوا الزيتون ب5 دراهم، 5 دراهم ونص، واخا تبيعيه حتى ب6 دراهم عندك الخساره، حتى 7 دراهم في الشجره عندك خساره. علاش؟ هذاك اللي غيجني مال البيع والشراء ما غاديش يخمم لك. الناس، هذه الرساله الناس اللي باعوا، البياعه والشرايه في الشجره، فرض عليه ما يضربش بالعصا، بغا يجي السلعه ديالو يجنيها ما يضربش بالعصا، يجيب الخدامه، يجيب هذاك المشاطي، يجيب الفيبرور، يتهلا لك في الشجره، هو راه باغي يدي السلعه ديالو يهرسك الشجر ويزيد. المهم ردوا بالكم على الفلاحه، الناس اللي بايعين الزيتون في الشجره ردوا البال، ما ضربوش لكم الزيتون بالعصا، لان الخساره نتوما اللي خاسرين. هذا العام راك بعتي وعام اخر ما غتبيع والو. انا الاخوان هذا الشيء اللي تنقول لكم راه ما تيحملونيش الاخوان، ما تيحملونيش، لانني تنقول لكم الحقيقه، لانني عارف خدام وعارف البياع والشراء شنو غايدير. انت راك شديتي الفلوس صافي مشيتي منو سلعته، ولكن راه غادي يهرس لك الشجر، راه خسر لك الشجر. ولهذا ضروري توقف على شغلك تقول يا الشريف اسمح لي بغيتي تجيني الزيتون اييه، هو ما غادي تخدمش ليا العصا تضرب الزيتون، غتجيني بطريقه جيب مشاطي، جيب الفيبرور وجيني رزقك، انا ما غاديش نمنعك به ورابحيه، لان باش غيهرسك الشجره. لا، هاد الشجره المباركه عرفتي فاش غتخيل تضربها بالعصا كيو، راه واخا ما يطيحش العصا غيتهرس، تكون خساره بزاف الاخوان، خساره بزاف. الله يجازيكم، ردوا البال، هذه النصيحه انا ما عمري قلتها لكم، حنا قلناها لكم اليوم. الفلوس فايتين الاخوان، ولكن الشجره خاصها تبقى تعطيك كل عام، لان الشجره انت مهلي فيها العام كله، عطات الغله وفي الاخير غادي تكرفص عليها. لا، المهم الاخوان، هذا الفيديو ديال اليوم كان فيه هاد النصائح ديال كيفاش نجنيو الشجره، واش نسقيو ولا ما نسقيوش. وبزاف الاخوان تيسولوا على السقا. الاخوان الزيتون بقاو تسقيوه، راه ما كايناش الشتا حاليا، راه فاش غتصوب الشتا غتحبس عليه انت السقا اوتوماتيك. يعني واش ملي غادي تجي الشتا وتبدا تصب على الزيتون مثلا، غادا تشد واحد يومين ولا 3 غادي نحبسوها. يعني الشتا هذاك الشيء طبيعي الاخوان. الزيتون راه تيشد يعني جهدو، حاجه وحده ما نكونوش نقاو الماء نردوها قلتها ولا نردوها بحال الضايا ديما ليل ونهار على الزيتون. هنايا انا ما نردوهاش يعني بحال الضايا الاخوان، لحقاش الا قوينا الماء غادي تولي يعني بحال واحد البركه وتيوقع واحد يعني كما تنقولوا يعني واحد التعفن في الجذور. وهذا التعفن الاخوان تقدر تكرم عليه الشجره. يعني فاش يعني كما تنقولوا الشيء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده. والاخوان تشكركم على المتابعه، وما تنسوش تبارطاجيو هذا الفيديو، راه بزاف الاخوان اللي غيكونوا يعني في امس الحاجه بحال هذه الفيديوهات. بالنسبه للاثمنه، الناس المستهلكين الاخوان الاخوات، شوروا ما تشروش دابا، خلوا الشنقه، خلوا البياع والشرايه يحطوا السلعه، ما تاخذوش حتى تصوب الشتا ان شاء الله تعالى وتدخل السلعه. ومن الاحسن احسن حاجه راه كاين الانواع ديال الزيت ديال الزيتون بزاف الاخوان،
راه كاين الاربوزاره، كاين الاربيكوين، كاين الكرونيكي، كاين بيشولي لانكدو، الحوزيه، المناره، راه كاين كاين الروميه، كاين البلديه، الزيتون يعني الروميه الاخوان راه رخيصه، الزيتون ماشي الزيت، زيتون رخيصه، وحتى الزيت ديال الروميه رخيصه، لان تضرب واحد 6 شهور هذيك تبدا تفقد الجوده ديالها. والبلديه الاخوان الحوزيه، المناره، بيشولين، ماروكان، تبارك الله. ما غاديش نعاود لكم، هذيك خذوها بعينكم مغمضين. تحياتي للجميع، تشكركم على المتابعه والى اللقاء.